إذاعة للقرآن الكريم. ويحسب للقيادة السياسية في عهد الرئيس عبد الناصر والدكتور عبد الحليم محمود والشيخ محمد حافظ سليمان وكل من ساهم في إنشاء إذاعة القرآن الكريم. أيضا مما ساهم أو دفع في إنشاء هذه الإذاعة أن مصر كانت امتلكت أول جمع صوتي للقرآن الكريم عام 1961 بصوت الشيخ محمود خليل الحصري، وكان طبعا على اسطوانات وبتتوزع، لكن مفيش إذاعة بتبث هذا التسجيل اللي الحكومة المصرية تولت نشره في مختلف بلاد العالم الإسلامي وللجاليات الإسلامية في بلاد الغرب. سجل القرآن بشكل كامل برواية حفص عن عاصم لتتم إذاعته، ومنذ عام 1964 وبالتحديد 25 مارس ظهرت هذه المحطة بما لها من قوة ناعمة كبيرة تضاف إلى قوة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وقوة مصر الحضارية والدينية في العالم الإسلامي أجمع. رواية حفص عن عاصم هي الرواية التي نقرأ بها القرآن في مصر. وقبل ما نعرف من هو حفص عايزين نعرف من هو عاصم. عاصم هو عاصم ابن أبي النجود، وده أحد القراء العشرة، إن هم كانوا أئمة كبار جدا في القرآن الكريم. القراءة بتاعتهم اللي قرأوها هي اللي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد من القراء العشرة دول اللي هو زي الإمام عاصم وزي الإمام نافع كانوا له تلامذة، اشتهر منهم لكل واحد 2. فيجي مثلا عاصم ابن أبي النجود اشتهر له راويان، راوي اسمه حفص وراوي آخر اسمه شعبة، عشان كده يقول لك رواية حفص عن عاصم، رواية شعبة عن عاصم.